عمرك سجلت صوتك وقلت ايه الصوت الغريب ده مش انا؟ وليه صوتنا في التسجيل دايما بيحسسنا ان احنا بنسمع حد تاني؟ وفي حاجه غلط في الموبايل ولا الغلطه في ودانك؟ دي ابسود 22 من سلسله العلم بيقول ايه؟ كل تلات الساعه 3 كنا متفقين ان احنا بنسمع صوتنا بطريقتين مختلفين، طريقة من بره وطريقة تانية من جوه. من بره زي ما بتسمع أي صوت تاني عن طريق الموجات الصوتية اللي بتدخل ودانك، أما بقى من جوه عن طريق اهتزازات عظام الجمجمة اللي بتقلل تأثير الصوت مباشرة، اللي بتنقل الصوت مباشرة للأذن الداخلية. لما بنتكلم في موجات بتهز عظام الرأس، وده بيخلي صوتك يوصل لودانك بطريقة أعمق واغنى، وده اللي بيخلي صوتك وانت بتتكلم مع نفسك تحسه انه دافي اكتر واحيانا اجمل. لكن لما بتسمع تسجيل كل ده بيختفي، تسمع الصوت زي ما الناس بتسمع من بره بس من غير تفاعل الجمجمه مع الاذن الداخليه. ده بيخلي صوتك يظهر لك انفر وارفع او غريب شويتين. دراسه نشرت في مجله هيرنج ريسيرش سنه 2005 اثبت الباحثون فيها ان الشخص فعلا بيميل لعدم التعرف على صوته المسجل، بيحس ان هو غريب لانه بيفقد النغمه اللي متعود يسمعها داخليا. والموضوع مش بس نفسي، هو فيزيائي تماما. حتى ان بعض الناس بيحسوا بعدم ارتياح او قلق لما بيسمعوا صوتهم المسجل، ده اسمه الفويس كونفرتينيشن، وهو شعور عام بعدم الالفه لما تواجه النسخه الحقيقيه من صوتك. خلوني اقول لكم الحقيقه ان الصوت اللي بتسمعه في التسجيل هو صوتك الحقيقي، بس مش الصوت اللي مخك متعود عليه. وده بيثبت ان ادراكنا لنفسنا دايما بيعدي من فلتر دماغنا. وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.